ماتش الزمالك لسه خلصان 2-1 قدام مودرن سبورت. الماتش ما كانش احلى حاجه بالنسبه اللي كان بيتفرج. ممكن الناس تطبل وتقول لك يا نهار ابيض البروفيسور الجديد يانيك فيريرا بيعمل من احسن ماتشات تاكتكس. مفيش منه، مفيش الكلام ده خالص. الماتش كان وحش بجد. تقدر تقول الزمالك لعب اول 12 دقيقه، جيب منهم خوان الفينا، قدر يجيب منهم جون حلو. صناعه فرديه من عبد الله السعيد لتسجيل فردي من خوان الفينا. بعديها بدقيقتين يمكن شيكو بنزا بيديله جون اسهل بكتير، ولكن التوفيق ما جاش. الشوط الثاني الزمالك بيلعب 6 دقايق، شيكو بنزا بيقول لك ما فيهاش شراجه من على ناحيه الشمال، بنتاك مش شايف، فانا اروح العب مع البرازيلي اللي هناك اللي مقضيها بيرقص العيال. وفعلا بيستلم كرة حلوه وبيشوط شوطه مش حلوه، لكن ابو جبل ابو جبل يعني. فالماتش بيخلص 2-0. لا، لازم طبعا الونش يحط التاتش بتاعه، لان الونش ما رجعش من بعد الاصابه. الراجل ده شال ياما شال، وكان احسن فعلا مدافعين موجودين في افريقيا، ولكن هو ما رجعش بعد الاصابه. فيا اما يفوق كده مع نفسه، كاس العالم جاي ونش فيها، ارجع. ومستر يانيك حضرتك عندك صلاح مصدق وعندك محمد اسماعيل. صلاح مصدق مش كويس في التيك اوف، تقدر تمرنه عليها. محمد اسماعيل ما شفناهوش اصلا، فما الواحد مش هيقدر يحكم عليه، ولكن الواد كان كويس يعني. نخش بقى في نص الملعب. عبد الله السعيد اسيست ولا اروع تاني، ولكن ما جاش. عبد الله السعيد ترويض الكوره بتاعه، لو عبد الله السعيد مش عارف لما بيبقى ضاغط عليه 2 3 مش عارف يعمل لك اللمسه السحريه بتاعت ناصر ماهر. ناصر ماهر لعب ماتش حلو، مش عارف ليه الناس قلبه عليه على السوشيال ميديا، ولكن ناصر ماهر مش هيعمل كل حاجه لوحده. مش عشان الانفراده اللي ضيعها كان ممكن يبصيها لاخوان الفينا، ولكن كده بيبقى فيه الواحد عايز يجيب جون وهو ما شاطهاش وحش يعني، هي جت جنب العارضه يعني. اخش لك بقى على بالنسبه لي اكبر علامه استفهام، هي ادم كايد. ادم كايد في ماتش سيراميكا اول ماتش لمسته حلوه، الواد ده كويس، الواد ده يجي منه. الواد النهارده واخد فرصه، مساحات مفتوحه، 1 على 1، 1 على 2، مفيش. يعني يا دوبك اعمل فنت كده وباصي الناحيه التانيه احمد شريف. طب حاول كده بوش رجلك خارجي لناصر منسي، مفيش. فانا بالنسبه لي، انت بتشوف ايه في التدريبات على عبد الحميد معالي ان الواد ده احسن؟ الموضوع غريب. انت ممكن عادي جدا كنت تسيب ناصر ماهر اللي بيحاول اكتر من ادم كايد، لان ادم كايد جبان. جبان، مش عايز ياخد الريسك. هو يمكن في نص الملعب احسن، هو مش وينجر، مش عايز احكم عليه ولا اخسف بيه الارض، ولكن هو وينجر مش ناجح. فممكن تبتدي كنت منزل سيف فاروق جعفر يضم لك او يضغط لك من النص، ممكن حاجات كتير. انا مش مدير فني، ولكن من وجهة نظر مشجع اللي حصل ده ما كانش احسن حاجه. فيا رب الماتشات الجايه تبقى احسن يعني. الواحد متفائل خير كان بالموسم. ماتشات زي دي مودرن سبورت مش فريق سهل، ده اول خساره ليه، ويا رب يبقى في تحسن، والواحد مش هيحكم على مستر يانيك ده قبل مثلا اكتوبر. واشوفك ماتش تاني.